السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين الاحوال ديالكم؟ كنتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال. اليوم كما كتشاهدوا هنا عندي لي طارطوليت اللي غنشارك معكم واحد العجينه ديال الكيش اللي كتليق المالح والحلو، يعني بلا ما تعذبوا غتعجنوا عجينه وحده غتخرجوا منها المالح والحلو. كنتمنى انكم تتبعوا جميع المراحل والنصائح والفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنسونيش التشجيعات ديالكم، وندوزوا على بركه الله التحضيرات. كما كتلاحظوا هنا عندي الدقيق الابيض، عندي نص كيلو ديال الدقيق. غادي ندير الكميه الكافيه ديال الملح، واحد نص معلقه صغيره، وغندير معلقه كبيره ديال الملحه ديال ديال سنيده. هنا عندي زبده المارغرين، غادي ندير 100 غرام ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. اللي مبغاتش يدير المارغرين غادي يدير كاس لا ديال الزيت. صافي العجينه سهله بزاف. هنايا درت الزبده والزيت. هنا الزيت كتعطي واحد القرمشه والزبده كتعطي الهشوشيه، غيجي بحال الشكل ديال الصابلي، هذه الباطا صابلي. كنرملو مزيان هادوك، وهنا غنحتاج غير بشويه الماء عادي، راه غير شي ربع كاس، وكنحاولوا هكا نخلطوها ما ندلكوهاش بزاف، كنجمعوها دغيا دغيا غير بيدينا حتى تتجمع. كما كتشوفوا هنا كان عندي نص كاس حتى جيتي ربع كاس. غنخليوها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا. بما حضرنا الحشوه غنحضر حشوه عاديه بطبيعه الحال، تيبقى الحشوه في الاختيار ديالكم. انا غنديرها شويه ديال البصله هنا غنشحرها مع شويه ديال الكفته، يمكن لكم تزيدوا لهم شويه ديال الشامبينيون، يمكن لكم ديروا غير الطون مع البصله مشحره. دائما على حسب نتوما شنو متوفر عندكم، على حسب شنو تشهيتوا. صافي كندير شويه المليحه، شويه الخرقوم، شويه العطريه، البصله ديالي، وغادي نزيد الكفته وغنشحرهم ونخليهم جانبا حتى نوجد لي كيش ديالي. يمكن لكم تزيدوا شويه الفلفله، يعني على حسب نتوما شنو عندكم شنو متوفر. هنايا زدت شويه ديال القرفه، دائما كندير مع الكفته القرفه. صافي هنا ندوز باش نسرح العجين ديالي. هنايا ليمول هانتوما كتشوفوا هادو ليمول على حسب شنو عندكم، كاين عده اشكال انواع اللي كاين عندكم راه مزيان. الا كنتو غادي طيبوهم بلا حشوه تقدروا ديروا الحلوين في واحد ليمول وديروا المالحين مول اخر باش تفرقوا بيناتهم، ولكن هما كيكونوا صراحه مختلفين. ان الاخرين الا غطيبوهم بلا حشوه راه كيكونوا غير مشمعين، يعني كيبقاو بيضين، والاخرين ديال التختليط خصهم يتحمروا يطيبوا. هنا كما كتلاحظوا العجينه راها رقيقه وما رقيقاش، يعني خصها تكون شويه باقا غليظه لان باقي نكونوها في ليمول. هانتوما نسرحها، كنستف هنايا واحد شويه ليمون على حسب العجينه اللي سرحتو. انا بغيتش نديرها كبيره بزاف، وكنضربو هكا من الفوق بالمدلك غير باش تتحدد لينا، ونبقاو نضربو هكا من التحت ماشي من الفوق جوانب، مع داك الوسط. دائما هذوك الفوقانيه الجوانب اللي قرابين لهذوك الحروف المسنين خصهم يكون غليظ شي شويه باش ما يتحرق لكمش دغيا. صافي دغيا نتوما راه دغيا كنصايبهم، واخا الفيديو مسرع ولكن راه نيت راه دغيا تيتصايبوا. ها نتوما بحال هكا. صافي هادو غادي ندوز دابا باش نصايب لاباغي كيش. بالنسبه لهادو غادي نعمرهم في نفس الوقت، غادي يطيبوا ويتعمروا، راه ما كنتقبهمش. هنا درت كاس عنبه ديال الحليب مع جوج بيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، اللي بغى يدير واحد شويه ديال الكوزه يديرها، اللي بغى يخلط الفرماج يخلطو. انا خليته حتى الاخير ونضيفو من الفوق. يا صراحه حسن ديروه مع لاباغي كيش باش ما تعاودوش تعذبوا تبقاو تفرقوا عليهم. صافي كناخذ شويه من الحشوه وكنعمر لي كيش ديالي.
انا سبقت لكم المالح لان الحلو ما كنتش غادي نقدمه في نفس الوقت، داكشي علاش خليت كل واحد درتو بمرحله. صافي هنا كنديرو نعمرو لي كيش ديالنا، تديروا جهد واحد معلقه ونص كبيره ديال الخليط ديال الحليب والبيض. حاولوا تعمروهم شويه بشويه. الفران يكون سخون على 180 درجه، غنشعلوا عليهم غير من التحت حتى يبداو تيتحمروا، تيبان تيتحمروا وتنفخوا. غنشعلوا عليهم الفوق. هنا حكيت شويه ديال الفرماج حمر، المهم على حسب الفرماج اللي عندكم. وبديت كنديرو غنحكي لنا شويه ديال الزعتر وغنديرو من الفوق. غنشعلوا عليهم كما قلت لكم لتحت حتى يطيبوا ويبان لكم تحمروا من الجوانب، وغنشعلوا عليهم الفوق باش يتحمروا لينا مزيان. هاد الصوره بانت لكم مزيان. ها هما دابا هانتوما شتيهم بعد ما طابوا من الجناب وبداو تيتنفخوا. غنشعل عليهم الفوق باش يبداو يتحمروا. هانتوما بعد ما خرجتهم من الفران صافي هانتوما هكا راه طابوا. بديت دابا نديمو ليهم. عندنا راه باقي سخان. نتوما شفتوا لاباط ديالهم راه كتجي لذيذه صراحه بحال الصابلي مرمل، لاباط الصابلي. صافي انا نحطهم وندوزو للتقديم. هانتوما كتشوفوا هادو اللي كيش المالحين ديالنا اللي حضرت معكم كيجيو لذاذين. المهم اهم حاجه بنشاركها معكم هنا هي لاباط اللي يمكن لكم ما بلا ما تعذبوه، يعني ديروا الحلوه والمالحه. عجينه وحده تخرجوا منها طبيعه الحال هذاك نص كيلو ديال الطحين كيخرج لكم 25 بياسه. هانتوما كتشوفوا الكيش ديالنا كيجيو حلوين زوينين. انا دزت باش نصايب لي طارطوليت ديالنا. هنا كريم باتيسير جاهز صايبته عادي، درت فيه الحامض، سرحت العجينه كما الاول. هانتوما هنا كنوريكم انه الا كان عندنا واخا يكون عندنا جوانب هنا خاصهم العجينه ماشي مشكل، راه من بعد كنعمروها نفس الطريقه. غادي ندير لهم حتى هما غنعمر. هنا غنوريكم جاتكم شي بلاصه ناقصه كتعاود تاخذوا من لاباط وكتعمروا بها. خاصكم تخليوهم غلاط من الفوق، غلاط ما تكونش رقيقه العجينه، خاصها تكون غليظه من الفوق باش ما تحرق لكمش، خاصه هادو اللي غيطيبوا بوحدهم بلا عماره. كنتكوم هكا بالفرشات. الفران يكون سخون على 180 درجه ونشعلوا عليهم التحت والفوق. قبل من ذلك غادي ناخذ هنايا اللوبيا، ولا غتاخذوا الحمص ولا اللوبيا، المهم كتعمروهم مزيان. وطبيعه الحال هاد اللوبيا استخدمتوها يمكن لكم تعاودوا تجمعوها في شي طاسه وتعاودوا تسخنوها بزاف المرات، يعني ما كتخسرش. صافي نعمرهم هنايا وغادي ندخلهم حتى هما يطيبوا في الفران. صافي هما حطيتهم في اللاطه. ها هما من بعد ما خرجوا نتوما كتبانوا بحال شي عشيش في وسط ديالو البيض. ها هما من بعد ما طابوا. دائما هادو اللي خاصين تعمار ديال تختلط خصهم يطيبوا بحال هكا يكونوا محمرين، لان اصلا الانسان غيشدهم غيعمرهم نيشان، يعني ما غاديش يعاود يطيبهم. والاخرين اللي المالحين راه خصهم يكونوا نص طياب لان باقي غادي يدخلوا الفران. هانتوما راه كيبقاو قياس واحد كيما وريتكم كيجيو زوينين. وصدقوني عجينه راه رائعه. اللي مبغاش يدير مارغرين كنعاود انه يدير نص كيلو ديال الطحين الابيض مع كاس مع مرش، كاس لاروب مع مرش ديال الزيت. واللي بغى يدير نص بغى يدير ما بغاش يدير الزيت بغى يدير غير مارغرين غادي يدير 250 غرام ديال المارغرين. هنايا خديت الكريم باتيسير ديالي كما وريتكم خصها تكون عاقده ما تكونش النوع اللي جاريه. طربتها شويه بمعلقه ودرتها هنا في واحد لابوش، درت ليه واحد الراس هكا
اللي بغيتو، غير باش يخرج ليا لهادي كيخرجها شويه بيتها مشنتفه، يجيني شويه طالع الديكور ديالو. وهنا زوقتها هي بالفخيز، هانتوما تيجيو حلوين من النظر ديالهم. صافي داك الراس تاع الورده كيجي هكاك كيطلع الكريم. صافي غنكمل الشكل ديالي وندوز معكم للشكل النهائي ديال لي طارطوليط. هذا هو الشكل النهائي ديال الطارطوليط ديالنا. هادو الشكل الاخر حتى هو زوقتهم حتى هما بالفخيز. هادو ما صورتهمش مع الاخرين المالحين لانه ما كنت ما غاديش نحطهم في نفس الوقت. ويمكن لكم تصايبوهم تيبقاو 3 سوايع 4 سوايع 5 السوايع ما تيفزقوش ما تيخسرش لاباط. العكس ديال الا درتوه بعجينه مورقه تخسر دغيا، كتفزق تولي رطبه. هذه كتبقى مقرمشه ومقرمله وقت طويل. كنتمنى ان اقتراح ديال لاباطاكيش المالح والحلو تكون نالت الاعجاب ديالكم وطبقوها. راه سهله جدا. هانتوما كتشوفوا هنا ها الملح وها الحلو نفس القياس. هانتوما كتشوفوا. كنتمنى ان هذا الاقتراح يعجبكم، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، بارطاجيو مع الاهل والاحباب، وضغطوا على زر اعجاب واشتراك اللي كتشاهدون لاول مره. ومع تحيات ديليس نعمه وشكرا للجميع.